بتدور أحداث القصة في إمبراطورية ظالمة، كل المسؤولين فيها فاسدين. الطبقة العليا شايفين إن ليهم الحق إنهم يستعبدوا الفقراء ويعذبوهم من غير ما حد يحاسبهم، لكن بتتشكل منظمة لمحاربة فساد الإمبراطورية وتتصدى لكل أنواع الشر، والمنظمة دي هي النايت ريد. فهل هيقدروا يقضوا على كل الفساد ولا هينتصر الشر في النهاية؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتكتبوا لنا في الكومنتات بتتابعوني من أنهي بلد. ويلا عشان ما اطولش عليكم، بيبدأ الأنمي بتاعنا بخري وبيعرف تاتسومي نفسه بفخر للاتنين اللي انقذهم، وبيقول لهم عن رغبته في انه ينجح في العاصمه عشان يقدر يساعد قريته الفقيره اللي بتعاني من الضرايب. كان هما بيقطعوه بيحاولوا يفهموه ان العاصمه مش مكان للنجاح وتحقيق الاحلام، وان التنين اللي هزموا ما يجيش حاجه في الوحوش البشريه اللي في العاصمه. لكن تاتسومي بيتجاهل كلامهم وبيكمل طريقه في اتجاه العاصمه، وبيوصل تاتسومي العاصمه، وبعد ما بينبهر بيها بيتجه لمركز التجنيد عشان يبقى واحد من الضباط، لكن بيتفاجئ انه بالكتير ممكن يبقى عسكري مشاة، وبيعمل مشكله وبيطرد بره المركز. بره المركز بتقابله بنت بتعرض عليه المساعده بشرط يعزمها على الغداء، ووافق تاتسومي، وبعد الغداء قالت له ان ليها واسطه في الجيش يقدر يشغله، لكنه هيحتاج فلوس كتيره قوي. تاتسومي القروي الغلبان اداها كل الفلوس اللي كانت معاه، اخدتها وقالت انها هترجع له في نفس المطعم، ولكن بنعرف انها نصابه ومش هترجع له تاني. تاتسومي كان هيتجنن لما ادرك انه اتنصب عليه واتاخد منه كل فلوسه، ودلوقتي ما فيش قدامه غير انه ينام في الشارع لحد ما يشوف هيتصرف ازاي. شافته في الشارع اريا بنت من عيله غنيه وعرضت عليه تساعده بانه ينام في بيتها بدل الشارع. تاتسومي بيتردد بسبب تجربته الاخيره، بس في الاخر بيروح معاها. لما بيوصل تاتسومي البيت اريا بنفهم من كلام اهلها انها خيره وبتحب تساعد الناس، وبيتكلم تاتسومي مع والد اريا عن هدفه في العاصمه، ووالد اريا قال انه هيحاول يساعده. بعد كده اريا بتسال تاتسومي اذا كان جاي لوحده من القريه ولا كان معاه حد، فبيحصل فلاش باك وبنلاقي ان تاتسومي ما كانش لوحده، وكان معاه 2 من صحابه اياسي وساي. وقبل ما يتحركوا من القريه كانوا ال3 بيوزعوا الزعيم بتاعهم، وادى تاتسومي تمثال كانه تميمه هتهون عليه الاوقات الصعبه. وفي طريقه لكن بيكونوا محددين مكان معين يتقابلوا فيه، فتاتسومي كان يتمنى انهم يقدروا يوصلوا له ويتقابلوا على خير. في تاني فوق المسؤولين والرتب الحكوميه الكبيره. بالليل في بيت اريا بتحصل جريمه قتل بيحس بيها تاتسومي، ولما بيخرج من اوضته بيتفاجئ بوجود النايت ريد، وبيلاقيهم قتلوا والده اريا وبيخلصوا على 3 من الحراس في ثواني. وبتظهر واحده من النايت ريد بتقتل والد اريا وبتقول له انها هتقتل اريا كمان. بتظهر اريا مع واحد من الحراس وهم بيهربوا عشان يستخبوا في المخزن، وبيحصلهم تاتسومي، ولكن واحده من النايت ريد بتوصل لهم وبيتصدى لها تاتسومي، لكنها بتتخطى لان اريا والحارس بتاعها هم هدفها، وبالفعل بتقتل الحارس. وقبل ما تقتل اريا واجهها تاتسومي وحذرته انه لو وقف في طريقها هتقتله حتى لو هو ملهوش ذنب، وبالفعل وجهت السيف ناحيه قلبه، لكن الضربه جت في التميمه اللي اخدها من الزاويه وكمل مواجهه، ولكن كانت خلاص هتقتله. هنا ظهرت البنت اللي نصبت عليه اول ما وصل العاصمه ومنعتها انها تقتل تاتسومي، وبنعرف انها واحده من النايت ريد. وبيفتحوا المخزن عشان تاتسومي يفهم، لكن باين عليه علامات التعذيب، وبيقول لتاتسومي عن اللي اريا عملته فيهم وانها ضحكت عليهم ووهمته هو وصايو بطيبتها. ولما وصلوا بيتها لهم منوم في الاكل وصحيوا لقوا نفسهم في المخزن، وعرف كمان ان اريا هي اللي عذبت صايو لحد ما مات. واحده من النايت ريد ناحيه اريا عشان تقتلها، لكن بن اياسي بسبب سم كانوا بيحطوه لهم في الاكل. بعد ما ارتاح ان تاتسومي اخد حق صايو، بتقرر ليون البنت اللي نصبت على تاتسومي في البدايه انها تاخده معاه المقر النايت ريد، لانها شافت فيه الشجاعه والكفاءه اللي تخليه يبقى واحد منهم. وبنلاقي تاتسومي قاعد حزين لوحده. بيقابل تاتسومي اول واحده من المجموعه، وليون بتقول لها تخيلي انه لسه ما قررش انه هيبقى معانا، طلب منه انها تقول له حاجه تشجعه انه ينضم ليها، فبتقول له بكل تلقائيه عشان تاتسومي. بتدخل عليهم ماين وبيبان انها مغروره، وبتقول لليون انت ايه اللي خلاكي تجيبيه معانا، وانه باين من شكله انه مش هيقدر يقاتل معاهم. فبيتعصب تاتسومي، لكن بتهديه ليون لكن ليون بتدخل وبتهدده بكسر ايده لو ما بطلش يتجسس على البنات. بعد كده بيروحوا الاكامل. بنت رد فعل الزعيمه بيفاجئها وبتلومها الزعيمه على انها بتاخد وقت اطول في المهمات اللي بتطلعها لانها بتستمتع بقتل اعدائها. بتحاول ليون تهرب عشان تتجنب النقاش، لكن بتجيبها الزعيمه من قفاها وبتقول لها انها بس محتاجه تتخلص من العاده دي. بعد كده بتتصدم من حجم الفساد في العاصمه. بتحكي الزعيمه لتاتسومي عن الجيش الثوري اللي بيحارب الفساد، وانه بدأ بمجموعه قليله وفضل يزيد، وبقى محتاج فرقه عمليات خاصه عشان تجيب معلومات وتقتل الفاسدين، والفرقه دي بقت النايت ريد. بيتبسط تاتسومي من كلامها وبيقول لها يعني انتم كده بتقتلوا عشان تحققوا العداله. بيضحكوا عليه كلهم وبيشوفوا ساذج، وبنتيجه افعالهم بشجاعه. بيسأل تاتسومي الزعيمه عن الفايده اللي هتعود عليه لو انضم لهم. قالت له انه لو اثبت كفاءه
مكافآت وهتضمن له انقاذ قريته. فوافق تاتسومي في لحظتها. رحبت الزعيمه بقراره وقالت لاكامي انها هي المسؤوله عن تدريبه، وقالت لها لو تعبك في التدريب اقتلي عادي. فبيترعب تاتسومي لانه تسلم للي بيكرهها اللي كانت هتقتله قبل كده. بتتنقل الاحداث للمطبخ وبنلاقي تاتسومي بيطبخ للفريق وبيفتكر اصحابه وبيبقى ممتن ليهم لانهم هم اللي علموا الطبخ. بيتضايق تاتسومي انه بيقضي وقت طويل في المطبخ وانه المفروض مقاتل مش طباخ. بترد عليه اكامي وبتقول له معلش نصيبك كده، الزعيمه عينتك معايا وانا المسؤول عن الطبخ. وبيخرج الفريق كله في مهمه وبيفضل بس تاتسومي واكامي وبيروحوا يصطادوا. بتقول له اكامي ان هدفهم يصطادوا سمك التونه. بيستغرب تاتسومي وبيقول لها بس ده سمك صعب نلاقيه هنا. ما بتردش اكامي عليه وبنلاقيها نطت في الميه وفي اقل من دقيقه كانت طلعت 3 سمكات تونه. وبيتصدم تاتسومي من اللي عينه شايفاه. بتنصح اكامي تاتسومي وبتقول له انه بس محتاج يبقى صبور وهادي وهيقدر يصطاد التونه. بيرد اوغر الضابط وتاجر. وبتقول ليون ان العميله قالت لها ان التاجر بيرشي الضابط مقابل انه يتستر على جرايمه البشعه ويلبسها لاي حد تاني من الفقراء، وان خطيبها بقى واحد من اللي شال قضيه التاجر الاخيره واتحكم عليه بالاعدام. وفعلا بتكون ليون اتاكدت من صحه كلامها وبتوافق الزعيمه على العمليه. بتعرفنا ليون ان قتل التاجر هيكون سهل، لكن الضابط هو نفسه نادرا لما بيكون لوحده. لكن بنعرف برضه انه بيروح اخر اليوم يشرب في الشارع الرئيسي. فبيتطوع تاتسومي بكل حماسه ان هو يقتل الضابط. فبيقولوا له انه حتى ما يقدرش يقف قدامه. وبتساله اكامي اذا كان عنده القدره انه يقتل في اي وقت بدون تردد. فبيرد تاتسومي بكل تلقائيه انه لو هينقذ ناس بريئه اكيد مش هيتردد. فبتوافق الزعيمه على ان تاتسومي هو اللي يقتل الضابط واكامي وليون هيروحوا للتاجر. بيتفخر تاتسومي بنفسه قصاد اكامي لان الزعيمه وافقت انه ياخد مهمه قتل الضابط. فبتسكته اكامي وبتقول له ان تفاخره دلوقتي ملهوش. بيموت تاتسومي من الغيظ وبيصمم انه هينجح بس عشان يكسفها. وبيظهر تاتسومي مع ليون في طريقهم للشارع الرئيسي وبتحكي له ليون عن ماضي اكامي. وبنعرف ان الامبراطور اشتراها هي واختها وهم اطفال ودخلوا في تدريبات على القتال عشان يبقوا ضمن القتله اللي تنفذ كل مهام الامبراطور. وفي كل مره كانت بتقتل حد كانت بتحس بالذنب وان قد ايه الامبراطوريه ظالمه، لحد ما في يوم كان هدفها هو قتل زعيمه النايت ريد. فبتقدر الزعيمه تقنعها بالانضمام للجيش الثوري لانه هو المدافع الوحيد عن الشعب. واول ما بيوصلوا عليه بنرجع تاني لتاتسومي وهو عامل نفسه واحد من الضابط، وفي نص الشارع بيقول له انه عاوز يتكلم معاه لكن مش هينفع وسط الناس. وبيروحوا لشارع هادي واول ما بيبقوا لوحدهم بنلاقي تاتسومي ركع على الارض وبيتوسل للضابط انه يدخله الجيش، لكن الضابط بيتجاهله وبيديله ظهره. وقبل ما يمشي بيحس بالخطر وبيسحب سيفه ولسه في لمح البصر. وسرح تاتسومي في التقرير اللي قالته عليه وبنفهم انها عملت كده عشان تتاكد انه فعلا مفوش ولا خدش. وبتقول له اكامي ان قبل كده واحد من جماعتهم مات بسبب ان تكبره منعه يقول انه اتصاب. وبنلاقيها سعيده انه فعلا بخير وبتهنيه على نجاحه في اول مهمه ليه. بعدها صدمته الزعيمه وقالت له ان تدريبه اللي جاي هيكون مع ماين المغروره. وليون بتقول له من سيء لأسوأ مش كده. بعدها بنشوف النايت ريد وهم بيجروا بسرعه جدا في الغابه كانهم في خطر. وبنعرف ان في اشخاص دخلاء قدروا يوصلوا للمقر. وبيستعدوا النايت ريد وبيقول بولات لتاتسومي ان عادي لو ما قدرش يقاتل معاهم لان القتال الجماعي اصعب شويه من الفردي. وبيقول له كمان يا ريت ما تقوليش بولات، ممكن تقول لي اخويا الوسيم. بيطلع له فعلا في مشهد مبهر. بعدها بنشوف اكامي قدامها 3 من الدخلاء وبيكونوا مستهونين بيها جدا. وفي لمح البصر وقبل ما يستوعبوا حتى كانت اكامي خلصت عليهم هم ال3 بضربه سيف واحده. بيظهر دخيل تاني وهو بيجري لا ممكن تدفع ملايين في معلومه زي دي، لكن بنكتشف ان ماين مراقباه ومعاها بندقيه منه شيلي. ورجعت ماين كملت اللي كانت بتعمله عادي جدا وقدرت تصيب الدخيل وهو بيجري بكل سهوله. بننتقل للابوك وبيقتلها وبيسيبها ويمشي. وبينتقل المشي علشان يساعده لابولات خلص عليهم قبل حتى ما يتحرك من مكانه. وبعد ما بيقضوا على كل الدخلاء بنلاقيهم بيهنوا تاتسومي انه لسه عايش. بعدها بيظهر تاتسومي على سريره وبيفكر هو قد ايه محظوظ انه انضم للنايت وبيفكر في بولات الشاذ بالاخص. فبيتعدل من على السرير من الخضه وبيقول انا ازاي افكر فيه. تاني يوم بيظهر تاتسومي واقف عند الباب متضايق ومخنوق وبتشوفه شيلي وبتقول له مالك.
قال لها مالي، عينوني مع ماين، في اسوأ من كده، وكمان بقالي كتير مستنيها ما بتجيش. فبترد عليه شيلي وبتقول له ماين نومها تقيل لكن هصحيها وامر لله. بتقاطعهم الزعيمه وبتقول بابتسامه خبيثه لا تاتسومي هو اللي هيصحيها، وبتقول له انت تتابع ليها النهارده ومحدش غير التابع هو اللي هيصحي رئيسه. بيتعصب تاتسومي من الكلام لكن في الاخر بيروح. بتبص شيلي للزعيمه وبتقول لها انت واثقه من اللي عملتيه؟ فبتضحك الزعيمه وبتقول لها هنعتبر ان ده واحد من اختباراته. وبيوصل تاتسومي لاوضه ماين وبكل سذاجه بيفتح الباب وهو بيقول لها انت هتقضي اليوم كله نوم. واول ما بيدخل بيتفاجئ بماين مش خبط على الباب يا كروي يا ساذج. هما ماشيين بيشوفوا اتنين بيتنمروا على بنت ضعيفه. بيتدخل تاتسومي وماين بتقول لهم بحده لمصلحتكم بطلوا تتنمروا على الناس. بيردوا عليها انها لاجئه وانها ملهاش اي حقوق ولازم تعمل اللي نقول لها عليه لاننا سكان الدوله. بيقرب تاتسومي وبحركه سيف سريعه بيقطع لهم بناطيلهم فبيترعبوا وبيهربوا. وبتقول له ماين بما اننا مش من المطلوبين فعندنا مهمه في العاصمه. فبيتحمس تاتسومي جدا لكننا بنتفاجئ ان مهمتهم هي ان ماين تتفسح وتشتري هدوم ورديه للربيع. واول ما تاتسومي بيستوعب ده بيفقد اعصابه وقش الرئيس بتاعه. بعدها لما بيروحوا مكان الاعدام بيتفاجئ تاتسومي من بشاعه المنظر وبنعرف ان كل دول ضحيه لظلم رئيس الوزراء. وبنرجع للمقر وبنلاقي الزعيمه بتعرفهم على هدفهم الجديد وبنعرف انه قريب واحد من الوزراء واسمه اوكال بيخطف البنات وبيضربهم بمنتهى القسوه لحد الموت. وحراسه الخمسه مشتركين معاه في الجرايم دي. وعشان اهميه المهمه دي الزعيمه بتبعتهم كلهم. قصاد قصر اوكال بيوصل الفريق كله وبيكون تاتسومي مع ماين وبيسالها عن بندقيه الاشعاع اللي معاها وبنعرف انها واحده من الاثر الامبراطوري وان في بيحس بالشخص اللي بيستخدمه. فكل ما يكون جنبها مبهور من قوه تركيزها. وبيظهر اوكال وبيكون وسط ناس كتير فبيقول تاتسومي صعب تقتليه دلوقتي ممكن تاذي حد غيره. لكن ماين ما بتسمعلهوش وبنتفاجئ بيها بتصيب اوكال من مسافه بعيده جدا من وسط كل الناس اللي واقف وسطهم. وبتقول بعدها بكل فخر معلش اصلي قناصه ماهره. في مكان تاني عند القصر بيظهر رجاله اوكال وهم بيجروا بيدوروا على القاتل وفجاه بيقابلوا نايت ريد. وبنرجع لتاتسومي وماين وبيكونوا رايحين للمكان اللي اتفق الفريق يتقابل فيه بعد المهمه. وبيسال تاتسومي لو كان بين كويس جدا. فبيبص تاتسومي لماين وبيفكر يا ترى ايه ماضيها اللي وصلها لكده. ومن غير ما يتكلم بنتفاجئ بماين بتقول له انا بس هيتعاطف معاها. بنلاقيها بتقول بكل حماس وكده هبقى غنيه من فلوس الناس اللي هساعدها وهعيش حياه الرفاهيه اللي بحلم بيها. وبتضحك ماين بيستغربوا من عدم وجود الخامس. وبنرجع لتاتسومي وماين ومره واحده بيظهر الحارس الخامس من ورا ماين ولسه هينقض عليها لكن انقذها تاتسومي بسرعه واخد هو الضربه مكانها. وبتبان مهارات الحارس وبيقدر يتفادى كل الاشعاع اللي بيطلع من بندقيه ماين بكل سلاسه. فبينقض على ولا نيله. وبتنتهي الحلقه في شارع ضلمه بيظهر في راجل ضخم مرعب لابس واحد من الاثار الامبراطوريه وبيقتل في الحراس. وبعدها بيظهر راجل مقتول على الارض والراجل ضخم من نهايه الحلقه اللي فاتت ماسك واحده بكل عنف وهي بتترجى ما يقتلهاش لكنه بيقتلها بكل سعاده كأن غايته قتل الناس. في مقر النايت ريد بيكون تاتسومي بيتدرب مع بولات لكنه بيواجه صعوبه في التدريب بسبب تقل السيف بتاع بولات. وبتقاطعهم اكاي وبتقول له ان ده وقت انه يساعدها في الفطار فبيقع السيف من ايده. في مكان بعيد بتظهر الزعيمه جنب جندي مصاب وبنلاقيه بيديها قايمه باسماء الناس اللي اقسموا على مساعده الثوره. واخر كلامه ليها قبل ما يموت انها لازم تعمل اي حاجه عشان الثوره تكمل. رجعت الزعيمه للمقر وجمعت كل الفريق وقالت ان هدفهم هو راجل ضخم بيظهر بالليل وبيقتل اي حد يلاقيه في الشارع. فبيستغرب تاتسومي من الاسم وبيقول له ده يطلع مين يعني. بتجاوبه ماين ان زانك هو الشخص المسؤول عن اعدام السجناء في اكبر سجن في الامبراطوريه ومن وقت ما بقى رئيس الوزراء الفاسد هو المسؤول عن البلاد بقى بيحكم على ناس كتيره جدا بالاعدام. واصبح زانك مكنه قتل بدون اي رحمه او شفقه وبقى قتل الناس رغبه عنده. ومجرد قتله للسجناء ما بقاش يرضي رغبته فخرج للشارع وبقى بيقتل اي حد يقابله. بيدب الحماس في تاتسومي كالعاده وبيقول لهم يلا نلاقيه ونقتله لكن بيقطعوا بولات وبيقول له اهدى بس ده قبل ما يهرب سرق واحد من
الآثار الإمبراطورية فأكيد قوته دلوقتي مهولة. وبيسألوا الزعيمة لو تعرف نوع الأثر اللي معاه، فبتجاوب إنه لسه معرفوش. بيسأل تاتسومي وبيكون عاوز يعرف أكتر عن الآثار الإمبراطورية، فبتجاوبه الزعيمة إن الإمبراطور الأول اللي أسس الإمبراطورية من حوالي 1000 سنة كان بيفكر إنه عاوز يحمي الإمبراطورية بتاعته للأبد، وهو مصيره هيموت لكن الأسلحة والدروع ما بتموتش. فبيقول له مساعدين لازم يصنعوا أسلحة خارقة، فبدأوا بتجميع المواد من وحوش أسطورية خطرة جدا ومن معادن نادرة، واستدعوا أفضل العلماء وصناع السيوف من كل العالم. وبكده قدر الإمبراطور الأول يصنع 48 سلاح ملهمش مثيل، واللي بقوا معروفين دلوقتي باسم الآثار الإمبراطورية. وبتبدأ تعرفوا الزعيمة عن الآثار المختلفة ومدى قوتها واستخداماتها، وبنعرف إن لو 2 من أصحاب الآثار اتواجهوا لازم واحد فيهم يموت إن ما كانش الاتنين. بينبهر تاتسومي وبيسأل هل هيبقى ليه أثر؟ بتجاوبه الزعيمة بإن لو مكتوب له هيبقى ليه. وبيخرجوا النايت ريد في مهمتهم وبيحاولوا يوصلوا لزنك، وبيكون تاتسومي مع كيمي وبيسألها هل فعلا أقل خدش من السيف بتاعها ممكن يقتل، فبتأكد له المعلومة. وبيفتكر تاتسومي وهو مخضوض أول مرة قابلها لما كان السيف هيدخل في قلبه وأنقذته التميمة. في مكان عالي في العاصمة بنلاقي زنك شايف أفراد النايت ريد كلهم، وبيفكر هيبدأ بمين فيهم، فبيقع اختياره على تاتسومي. بيسيب تاتسومي أكامي، وبعد ما يبعد عنها بيتفاجئ ببنت بتبص عليه من بعيد، وأول ما بيلتفت لها بنتفاجئ إنها صاحبته سايو اللي اتقتلت، وبتسيبه وبتمشي وهو بيجري وراها، وبيبقى مش مصدق انها لسه عايشه، وبيوصل لها وبياخدها في حضنه. لكن فجاه اتحولت سايو لزنك قاطع الرؤوس. بيتفزع تاتسومي وبيسحب سيفه، لكنه بيفكر انه صعب يصمد قصاد قاتل محترف زي ده. وبنتفاجئ ان زنك قرأ افكاره ورد عليه وقال له تفكيرك في محله. وهنا بنعرف ان الاثر مع زنك هو عين خارقه وعندها قدرات مهوله، ومن ضمنها قرايه الافكار بمجرد النظر لملامح الوش. وبيفضل زنك يتكلم ويتفخر بقوته، لكن بيقاطع هجوم سريع جدا من تاتسومي وزنك بيقدر يتفاداه. وبتبدأ معركة عنيفة جدا بين الاتنين، وبتبقى صعبة جدا على تاتسومي لأن زنك بيقدر يعرف كل خطوة وكل هجوم تاتسومي بيفكر فيه قبل ما يعمله. وبيصيب زنك تاتسومي لكنه بيقاوم وبيكمل قتال. وبننتقل لأكامي وبنلاقيها حست إن تاتسومي في خطر. بنرجع للقتال بين تاتسومي وزنك، وبنلاقي إن زنك لسه متفوق وتاتسومي لسه بيقاوم. فبيقول له زنك لو اتوسلت ليا ان ارحمك هسيبك عايش شويه كمان. فبيرد تاتسومي بالرغم من جروحه وضعفه بكل هدوء، وبيقول له لو فاكر ان ده ممكن يحصل تبقى مجنون. وبيستجمع تاتسومي كل قوته وبيهجم على زنك، وبيقدر المره دي انه يصيبه. فبيتجنن زنك، وقبل ما يهجم عليه تدخل فجاه اكامي ما بينهم وبتتصدى له، وبتدور بينهم معركه شديده جدا. وبتقدر اكامي تتحكم في افكارها بحيث ما يقدرش زنك يقراها، لكن بنتفاجئ انه كمان بيقدر يشوف المستقبل، فبيتوقع هجومها هيكون ازاي. وبيقدر زنك يسيب اكامي، وبيوهم زنك اكامي ان اختها واقفه قدامها، فبتغرق اكامي في ذكرياتها وبتنفصل عن الواقع، وبتكون مش قادره حتى تسمع صوت تاتسومي اللي بيصرخ علشان تفوق من الوهم. وبيهجم زنك على اكامي وهو ضامن الفوز، لكن بنتفاجئ ان اكامي بتهجم هي كمان وبتصيبه بالرغم من انها لسه شايفه اختها مش زنك. وبتشتد المعركة، لكن بتقدر أكامي تكسر سيف زنك وبسرعتها المعتادة تقتله بضربة واحدة. وتاني يوم بيظهر تاتسومي مصاب عند مكان دفن سايو اياسي وبيحط لهم ورد. بتروح له أكامي وبتقول له مع تحضير العشاء ما تفكرش انها عافيك علشان جروحك. وأكامي بتستفز تاتسومي وبتقول له انها انقذته لان كل النايت ريد غاليين عليهم وانه هو كمان شخص لذيذ. بس ولحد هنا يكون انتهى اول جزء من الانمي بتاعنا، ودمتم برعاية الله. سلام.